السلام عليكم، معكم عبد الرحمن صاحب اجمل قناه اخباريه في اليوتيوب. اليوم جايكم بخلاصه الاخبار الرياضيه في هذا الاسبوع اللي شفنا فيه حامل لقب كاس اسيا، نهائي مشرف للنشامه، تالق كبير للنادي الملكي، وهجوم برشلوني بلش ينتعش، مجموعه من المباريات القويه في دوري الابطال. جاهزين للانطلاق الناريه؟ يلا نبلش. المنتخب القطري يتوج ببطوله كاس اسيا بعد فوز انا مش هوصفه الا بالغريب على منتخبنا الاردني العزيز اللي قدم اداء اسطوري في المباريات. بس بدي اعلق على موضوع ركلات الجزاء اللي تم اعطائها للمنتخب القطري، كانت صح ولا لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات. اما المنتخب بلادي منتخب النشامه الاردن، ما راح اقول لهم الا الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا ووقفتوا وقفه رجال ولعبتوا لعب الابطال، وشكرا لكم. فالكم التاهل لكاس العالم ان شاء الله. والان جاء وقت العوده لبطولتي المفضله، بطوله دوري ابطال اوروبا، احلى وامتع بطوله في التاريخ. ونبلش بنادي القرن، نادي التاريخ والحاضر والمستقبل، النادي الملكي ريال مدريد، اللي كانت قرعته في دور ال 16 مع نادي لايبزيج. انتصر على ريال مدريد بنتيجه 1-0 من توقيع اللاعب العربي ابراهيم دياز. اما عن حامل اللقب السعي للمحافظه على هذا اللقب في هذا الموسم، واللي سحق ضمن منافسات دور ال 16 نادي كوبنهاجن الهولندي بنتيجه 3-1 من توقيع دي بروين وبرناردو سيلفا وفيل فودن. اما عن مهرج قناه تبعيتنا نادي برشلونه، راح يلعب ضد نادي نابولي الايطالي، انه نادي برشلونه ونادي نابولي هم ابطال دورياتهم المحليه الموسم الماضي، وهم الان من اسوء الانديه في اوروبا. فلمين تتوقعوا الفوز؟ اكتبوا لي بالتعليقات. بس راح ننتقل انتقال سريع من دوري الابطال لدوري الالماني. هاي بتكون اول مره بحكي في هاي القناه عن دوري الالماني، لانه الدوري ممل ومعروف مين بطله ومين غيره ميونخ. لكن في هذا الموسم يمكن نشوف بطل جديد لهذا الدوري بعد تألق النادي ليفركوزن بقيادة الإسباني الأسطورة شابي ألونسو، اللي قدر مع هذا النادي يتصدر قائمة الدوري فارق 5 نقاط عن أقرب منافس وهو بايرن ميونخ. رأيكم راح يعملها ليفركوزن؟ اكتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا الدعاء لأهلنا في كل مكان، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. سلام.